خرج الدولي المغربي عميد المنتخب المغربي رومان غانم سايس عن صمته بعد ترويج أخبار خاطئة حول هوية زوجته ونشر صور له رفقة الفنانة المغربية سلمى رشيد بدعوى أنها شريكة حياته. وتعمد سايس نشر تغريدة عبر تويتر يطالب فيها متابعيه بعدم التدخل في حياته الشخصية، مؤكدا أنه لا يحب مزج حياته المهنية والعائلية، ويوضح أنه سيلجأ إلى حلول قانونية في حالة تطور الإشاعات والاستمرار في انتشارها. وأشار غانم في تغريدته إلى عدم قبوله لطريقة تداول الصور والفيديوهات بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث حرص على عدم ذكر اسم الطرف الثاني الذي يرافقه فيها. ومرر غانم سايس رسالة شكر وامتنان للجمهور المغربي الذي سانده في فترة المونديال، كما استغل فرصة رسالته لوضع حد للأخبار التي تمس حياته الشخصية. وكتب غانم سايس: أولا وقبل كل شيء أود أن أشكر جميع من ساندنا في الفترة الأخيرة من كأس العالم، فما حققناه كان نتيجة تشجيعاتكم ووقوفكم بجانبنا. وأضاف: كما أغتنم الفرصة لأوضح لكم وألفت انتباهكم بخصوص مسيرتي المهنية التي حرصت على عدم مزجها بحياتي الشخصية والعائلية، ولكن بالرغم من هذا ظهرت صور ومقاطع فيديوهات عبر شبكات ومواقع التواصل الاجتماعي دون موافقتي، مما جعلني ألتمس منكم عدم التدخل في حياتي الخاصة. أتمنى ألا تتكرر هذه الأشياء مرة أخرى، وألا أكون مجبرا على اتخاذ التدابير القانونية اللازمة في حق الأشخاص المعنيين بالأمر. وأكد أنه أنوه بأنني دائما سأستمع إلى نصائحكم واقتراحاتكم في سياق أنشطتي الرياضية، لكن بمجرد خروجي من الملعب أريد أن أكون قادرا على التمتع بحياتي الشخصية بسلام برفقة عائلتي مثلكم جميعا. يشار إلى أنه سبق للفنانة المغربية سلمى رشيد أن نشرت على حسابها الخاص بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستغرام صورة تجمعها بلاعب كرة القدم الدولي المغربي رومان غانم سايس أثناء زيارتها لمدينة دبي الإماراتية، الصورة التي اعتمدتها بعض الصحف الإلكترونية لترويج خبر زواجه بها.